تخيل تلعب مع أحد وتكتشف بعدين إنه ما كان موجود من الأساس. إيش راح يصير معاك؟ جهز قهوتك ويلا نبدأ قصة اليوم. تقول صاحبة القصة: في ليلة من ليالي البرد كنا أنا وأخواني نلعب برا البيت، وكان قدام بيتنا ملعب كورة. مو ملعب كورة زي ما تتخيلون، لا، بس مساحة صغيرة محاطة بالتراب من كل جهة، ومسوين خط أبيض على الأرض وتراب لونه أحمر غامق. هذا كان ملعبنا بنظرنا، وكنا نحس إنه أفضل ملعب في الدنيا. كنا نقضي أغلب وقتنا نلعب فيه لين تغيب الشمس، وكان الجو يومها مليان غيوم سوداء، وريحة المطر معبية المكان بشكل غريب، كأن المطر بيهطل في أي لحظة. بس أول ما تغيب الشمس لازم كلنا ندخل البيت، هذا كان نظام أبوي وما حد فينا يقدر يتجاوزه. وبعد مغيب الشمس كنت لحالي ألعب بالحوش الخلفي للبيت، ما كان معي أحد والملل ذابحني. بعد شوي جات واحدة من أخواتي، كانت واقفة ورا باب البيت الخارجي وتهمس لي بصوت خفيف: تعالي نلعب برا. قلت لها وأنا مترددة: بس أبوي مانعنا نلعب بهالوقت والدنيا ظلام. طالعتني وقالت بصوت واطي: يلا بس نلعب شوية، ما راح يصير شيء. بصراحة ما فكرت كثير، على طول وافقت وطلعت معها ورحنا نلعب جنب سيارتنا القديمة اللي كانت واقفة قريب من الملعب. اندمجنا باللعب وانبسطنا حتى الوقت طار وما حسينا فيه. وفجأة سمعنا صوت أبوي يصارخ من بعيد بصوت عالي: وش تسوين هناك؟ صوته كان واضح فيه الغضب. ركضت له بسرعة وقلبي يدق من الخوف. وقفت قدامه وكنت مرتبكة. سألني بصوت قوي: وش تسوين هناك؟ قلت له بكل براءة: ألعب معها. قال لي وهو مستغرب: مع مين تلعبين؟ قلت له أنا أأشر بيدي: مع أختي الصغيرة. ناظر أبوي للمكان اللي كنت أأشر له، وفجأة تغيرت ملامح وجهه وصوته صار جدي وقال: كل أخوانك الحين نايمين. قلت له عيوني توسعت من الصدمة: لا، أنا ألعب معها، شوفها هناك ورا السيارة. ضحك أبوي وقال: يلا خلنا نروح نشوف. ومشينا سوا للسيارة اللي قلت له إنها وراها. بس الغريب إني أنا الوحيدة اللي كنت أشوفها. كانت تطالعني وتبتسم، جسمها مو واضح بس يدها ماسكة جنب السيارة، وراسها طالع من الزاوية وهي تطالعني بنظرة غريبة. ولما قربنا أكثر اختفت بسرعة وأنا أصرخ: شفت راحت ورا السيارة، أكيد إنها تلعب معاي. ركضت على طول ورا السيارة وأنا متحمسة أظن إنها تتخبى، بس ما لقيت أحد ولا كأن أحد هناك. وقفت مكاني مصدومة، أطالع يمين ويسار ما في أي أثر. قلت في نفسي يمكن راحت هناك، بس لا صوت ولا حركة، كأنها تبخرت فجأة. قام أبوي يدور بالمكان وهو ساكت، يفتش حوالين السيارة من كل الجهات، حتى نزل وطالع تحتها، بس ما في أحد. بعد شوية سمعت أبوي يضحك، ناظرني وقال: وينها؟ أنا تجمدت مكاني، ما كنت فاهمة وش يصير، وش قاعد يصير قدامي، ليه يضحك، وين راحت؟ مسكني من يدي بقوة ومشينا سوا للبيت. ولما وصلنا عند الباب قال بصوت حازم: ادخلي الحين وروحي نامي. وأنا واقفة وهو يوبخني، لمحتها بطرف عيني، كانت طالعة براسها من ورا السيارة تلوح لي بيدها كأنها تودعني. قلبي وقف بس ما قدرت أقول شيء. وبعد ما خلص أبوي توبيخة دخلت البيت وأنا حاسة إن كل اللي صار كان حلم، شيء مو طبيعي، مو واقعي. رحت لغرفتي وتمددت على السرير ولسه مخي مشوش. بعد شوية شفت أبوي جالس مع أمي، كان يضحك وهو يطالعني. حسيت بإحراج فظيع، ليه يضحك؟ وش المضحك باللي صار؟ مرت سنين وكل ما أتذكر الموقف أحتار إلين اليوم. قدرت أفتح الموضوع مع أمي، سألتها وأصريت عليها كثير لين أخيرا تكلمت. قالت لي وقتها: أبوكي قال لي إنه شافك تلعبين لحالك، كنتي تضحكين بصوت عالي وتركضين كأنك تلعبين مع أحد، ولما سألك قلتي له إنك تلعبين مع أختك الصغيرة وإنها ورا السيارة، وكنتي تأشرين بإصبعك تقولين شوف هناك، بس ما كان في أحد غيرك أبدا. وهنا بالضبط قالت لي أمي الكلام اللي رج كياني:
قالت: الغريب يا بنتي إن كل أخوانك كانوا نايمين بهالوقت، ما كان في أحد صاحي غيرك. وبعدها حكت لي إن أبوي قال لها كل شي وقتها، وكيف شافني ألعب وأضحك كأني مع أحد، بس كنت لحالي، فعليا لحالي. يوم سمعت الكلام حسيت بقشعريرة تمشي بجسمي، حرفيا حسيت الدم تجمد، وكل تفاصيل الموقف رجعت في راسي كأني أركب أحجية، وكل قطعة تركب بمكانها. وكل ما تذكرت تصرفاتها وقتها زاد خوفي. هي كانت تشبه أختي، بس تصرفاتها ما كانت طبيعية. ما كانت تبكي على أشياء تافهة زي العادة، ما كانت تزعج أو تصارخ، ولا تحب العراك زي دايما. لا، هالمرة كانت تلعب بهدوء غريب. وقتها بدأت أقول لنفسي: إذا هذه ما كانت أختي، طيب مين كانت؟ لين اليوم ما نسيت ابتسامتها، نفس الابتسامة، نفس النظرة محفورة بذاكرتي، ما طلعت من بالي. كان وجهها مو وجه أختي، لكنه يشبهها بدرجة تخوف. انتهت القصة. ورسالتنا لليوم: مو كل شيء نشوفه يكون مثل ما نظن. أحيانا في لحظات عابرة تنفتح أبواب لعالم ثاني، ويمكن أحد منهم يمر علينا، يبتسم، يلعب، ويختفي، بس أثره يبقى في الذاكرة طول العمر. عشان كذا لا تنسون أذكاركم، خصوصا أذكار الصباح والمساء والنوم، لأنها حصن لنا من كل شيء ما نشوفه بس ممكن يمر علينا. وأخيرا، إذا أعجبتكم القصة اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب ومشاركة القصة مع من تحبون.